مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ربنا يجعلها ايام خير وسعادة ويمن وبركات علينا جميعا يا رب. عملنا عزومة حرشة كده جميلة لذيذة لأصحاب المزاج العالي، يعني الضعفاء لا يقتربون، خليكوا بقى انتوا على جنب. أكل المذبح الجميل جبته لكم لحد البيت، طبق الفتة المصري الأصيل اللي كلنا بنحبه. هاقول لكم بقى شوية أسرار بسيطة كده هتخلّي لكم الأكل ده يتنقل في حتة تانية، كأنكم بتاكلوا في مطعم بالضبط. ستيك بقى على ممبار، على شوية فتة، لسان وفسوس وحلويات، وعلى رأسهم طبق المحشي والكوارع. أنا جُعت وأنا باكلمكم، تعالوا نبدأ على طول ونشوف عملناها مع بعض إزاي. هنبدأ بالكوارع بتاعتنا، بنغسلها كويس جدًا وننقعها في ملح وليمون، وطبعًا بنغسلها أكتر من مرة وبنصفّيها. وفي الوقت ده باكون حاطة حلتين على نار عالية فيهم مَيّة، مجرد ما بتغلي بانزل بالكوارع في الحلة الأولى. هاقول لكم ليه حلتين طبعًا وإحنا شغالين. باضبطها كده، ما باحطش عليها أي بهارات خالص ولا توابل، باغطي عليها وباسيبها تغلي غالية 2، التالتة باكون خلاص باطفي عليها. ليه؟ لإن الريم اللي بيبقى ظهر ده لازم نتخلص منه، والمرة دي لازم ندلق المَيّة دي وناخد الكوارع نشطفها في مَيّة ساقعة تاخد شوك، وبعد كده باروح منزلاها زي ما انتم شايفين في الحلة التانية. وأول ما المَيّة تغلي كويس في الحلة التانية بانزل بالكوارع بتاعتي. الحلة دي بريستو لأن انتوا عارفين الكوارع شوية بتاخد تسوية أكتر من أي حاجة تانية، فنزلتها فيها وما عملتش أي ريم خالص، لأن خلاص الطريقة الأولى دي بتمنع تكوين أي ريم أو أي زفريات. بنزل بعد كده ببصل وجزر ولوري، حبهان، شوية من جوز الطيب لو حابين، شوية من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من السكر فقط لا غير. باحطش أي إضافات تانية ولا باحط ملح غير لما بتستوي تماما، لأن كلنا عارفين الملح شوية بيأخر من تسوية الكوارع وبيأخر في تسوية اللحوم بصفة عامة، عشان كده الحاجات اللي تاخد تسوية بنضيف لها الملح آخر حاجة. بعد كده بغطي عليها وبظبط الغطا بتاعها كويس جدا، وبلفها كويس جدا لحد ما تبقى محكمة الغلق، وأول ما تغلي بهدي عليها واسيبها تستوي براحتها. تعالوا بقى نشوف اللسان بتاعنا. انا بحب اشتريه بالخدود الجميله اللي انتوا شايفينها دي، تبقى لحم صافي كده وفصوص وحلويات، بقى طعمها في منتهى الجمال. طبعا انا بغسله كويس جدا ملح وليمون، بديه عصره ليمون في الاخر، واول ما الميه بتغلي بنزل باللسان بتاعي بالشكل ده. طبعا عشان هو نضيف قوي، مجرد ما بتشيل الغطا بتلاقي الشوربه زي ما انت شايفه صافيه كده، ما فيهاش اي ريم ولا اي ريحه زفاره. ننزل بعد كده بورق اللوري والحبهان، وشوية من الفلفل الأسود، وشوية ورد، كمان شوية من البصل الصغير، قطاية، جزر، التحابيش بتاعتنا اللي احنا بنعملها كل مرة، وبغطي عليها وبسيبها تستوي براحتها. تعالوا بقى نعمل صلصة الفتة. شوية زيت على زبدة، وبعد كده بنزل عليها بالثوم، وبهدي النار خالص عشان أنا مش عايزاه يتحرق. مجرد ما بيصفر بنزل بشوية الخل والقوطة الفريش، وبنزل بعد كده بملح وكمون وكزبرة وشوية من السكر وشوية أخيرة من الملح، وبعد كده بغطي عليها وبسيبها تستوي. بعد تقريبا ساعة ونص طفيت عليها وببتدي أرفع الصفارة لفوق عشان أطلع كل البخار وأخفف الضغط، وبعدين ألف الغطا وأخرجه بكل سهولة. الشوربة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله دسمة، وفي نفس الوقت صافية ورايقة كده، وريحتها في منتهى الجمال، والعظم بيتشال كده واللحم منه بكل سهولة، ومستوية ومزبدة وزي الفل. آخر مرحلة بضيف لها الملح وبغطي عليها واسيبها على جنب. تعالوا بعد كده نعمل الممبار. الممبار عشان عملته معاكم أكتر من مرة هكتفي بإني أسلقه معاكم بس. طبعا هو نفس خلطة المحشي بالظبط، الفرق الوحيد إنه بنضيف له القوطة فريش ما بنسبكهاش عشان يطلع معانا فاتح كده وما يغمقش، يبقى طعمه جميل. تعالوا بقى لأجمل محشي كرنب. طبعا أنا مجهزاها قبلها بيوم وده بيوفر عليها كتير جدا. وبعد كده بنزل عليه فلفل سبايسي، شرايح كده من القوطة والبصل، ومفيش أجمل من شوربة الكوارع ممكن أسقيه بيها. خدت الوش الدسم وابتديت إن أنا أسقي المحشي بتاعي. أهم حاجة الشوربة ما تتعداش صوابع المحشي، لأن الكرنب ما بياخدش مية كتير عشان ما يعجنش مننا ويطلع جميل. وبنزل معلقتين من الصلصة ورشة من الملح والفلفل، وبغطي عليه، وأول ما بيغلي بهدي خالص واسيبه يستوي براحته. تعالوا نعمل بعد كده الستيك. ستيك يبقى نار عالية جدا،
بانزل بشوية من الزيت، شوية من الطبقة الدهنية اللي موجودة معايا، وطبعًا لازم النار تبقى عالية جدًا عشان أول ما أنزل بشرايح اللحمة تاخد صدمة على طول، وتحتفظ بالعصارة بتاعتها وتتشمّع بسرعة كده وتاخد لون جريل جميل. طبعًا على نار عالية، ملح وفلفل بس، ما فيش أكتر من كده. طبعًا بابقى معلية النار عشان زي ما اتفقنا كده ما تنزّلش العصارة بتاعتها، وأول ما بتسمعوا صوت الشكشكة زي ما أنتم سامعين كده، تبتدوا تقلبوها الناحية التانية، ما شاء الله خدت لون جميل أوي زي ما أنتم شايفين، والريحة إيه بقى، وهم قالبة الدنيا. هي دي الطريقة الصحيحة لعمل أي ستيك أو أي شرايح لحمة مشوية، بتبقى طعمها في منتهى الجمال. هنا بقى بانزل بشرايح من البصل، شرايح من الثوم، وبديها رشة كده من الفلفل الأسود، وبنزل عليها كمان بشوية من الجنزبيل. مفيش أي إضافات تانية أكتر من كده، وطبعا نص معلقة السكر عشان يكرمل كده، يبقى طعمه لذيذ وجميل. وبعد كده بضيف لها المية وبغطي عليها واسيبها تستوي. تعالوا بعد كده نشوف اللسان بتاعنا، شايفين العضم بيخرج بكل سهولة، وده أكبر دليل إن هو استوى كويس جدا. وحاجة تانية بتأكد لك إن هو استوى كويس هنعرفها واحنا شغالين. شايفين بقى الخدود ما شاء الله استوت وخلاص اتفصصت من بعضها ازاي، ما شاء الله طالع معانا فلة، وطعمه وريحته قلب الدنيا بجد. تعالوا بقى نقص كده اللسان من فوق من عندي اللغلوغ. شايفين جميل قد ايه ما شاء الله، في منتهى الجمال. أنا باحاول إن أنا أقرّبها عشان تشوفوا شكله جميل، لإن الكاميرا من بعيد ظالمة بصراحة التصوير. الطريقة التانية بقى اللي بتعرفي منه إزاي إن هو استوى كويس وأنتِ بتقشّريه، شايفين التقشير؟ يعني القشر بتاعه بيطلع بكل سهولة، وده أكبر دليل إنه مستوي كويس، ما شاء الله شايفين جميل قد إيه؟ إنه في العادي لو لسه ما استواش القشر ده هيطلع بصعوبة جدًا. هابتدي أقطّع كلّه بنفس الطريقة شرايح، لإن هاعملها لكم المرّة دي بطريقة مختلفة تمامًا، اللي ما بياكلش اللسان هيعشقه من النهارده. اعذروني بقى لإن أنا باحاول أقطّع قد ما أقدر وهو لسه سخن كده. الجزء اللي فوق ما شاء الله كمية فصوص وحلويات، بجد طعمها رهيب وريحتها فظيعة وأنا باقطّع. تعالوا أقول لكم على أول طريقة: قوطة بيوريه عليها عصرة ليمون، ملح وفلفل، وابتدي إن أنا أوزعها بالطريقة دي كده على رشة من الزيت، وممكن نكتفي برشة ملح وفلفل أسود وشوية من الزيت. بوزعه كويس جدا، وبديه في الآخر رشة فلفل أسود كمان، وبدخلها الفرن على شواية تاخد لون جريل جميل. بجد الوصفات كلها والأكل اللي احنا عملناه كان جميل. وما تنسوش للمحشي تولعوا له فحمية، بينقل التيست بتاعه لحتة تانية خالص. الوصفات كلها بقت جاهزة معايا، اللسان واخد لون مشوي جميل قوي، الكوارع مستوية كويس جدا، الفتة كمان كانت جميلة، الستيك، المحشي، كل حاجة كانت حلوة، الممبار كمان. دايما كده متجمعين، وكل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.